وعدد الرضعات تكون 5. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: لا تحرم المص ولا المصتان. وجاء في حديث أم الفضل في صحيح مسلم أيضا: لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان. مصة والمصتان لا تحرم. لكن ما هي الذي تحرم؟ تقول عائشة كما في صحيح مسلم: كان فيما كان يقرأ من القرآن 10 رضعات فنسخنا إلى 5، ف5 رضعات مشبعة. وصورة الرضعة المشبعة أن يلتقم هذا الرضيع ثدي هذه المرضعة فيشرب منه حتى يكتفي ويترك، هذه تعد رضعة واحدة، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، فيبدأ بعد ذلك التحريم. فإذا كان كذلك فيصير ولدها من الرضاع، وكل كل رضيع يصير ابنا للمرضعة إذا رضع 5 رضعات مشبعة، وإذا كان في الحولين الذي ذكرهم الله عز وجل